بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش على الفيديو يا ريت تحطوا لايك حلو منكم وكومنت تشجعوني فيه، ولو انت مش مشتركة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. بوريكم ان انا خدت الميزانية النهاردة بتاعت ال 150 جنيه. بس الصراحة انا تعبانة ومرهقة، مش قادرة اقف كتير في المطبخ. بيضنا عبد الرحمن ابني وراه درس وكتاب فلازم انزل بيه، فمش عارفة الدنيا ملخبطة معايا النهاردة وفي عز تعبي، وانا مش عايزة اقعده يعني من الكتاب والدرس. فقلت اوريدي خلاص هغامر. طلعت الفرخه الجميله اللي احنا كنا جايبينها مع بعض، وطلعت كمان 3 دبابيس اللي انتوا كنتوا عارفين ان انا هعملها معاكم في وجبه. وقلت بقى ما بديهاش، غسلتهم غسله نظيفه جدا وهاخدهم زي ما هما كده بحالهم، هوديهم يتشووا. عندنا مطعم كبير هنا بسم الله ما شاء الله حلو، بيشوي الفرخه الكبيره مثلا ب50 والفرخه الصغيره ب45 وتوتال، يعني بيشوي لك الحاجه اللي انت بتبعتيها بمبلغ حلو، ومعاه السلطه والطحينه. تمام. فدلوقتي بقى خلاص بقى بال 150 جنيه دول هنزل وادي الفراخ تتشوي، ونجيب شويه طلبات كده ونطلع ونشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. هتبقى غدوه سهله وبسيطه وكمان تغيير. بقالنا فتره كبيره قوي ما كناش يعتبر في مطعم ولا كنا يعني اكل من بره، فقلت لا ما بديهاش، بما ان انا طبعا بحب جدا ان انا اجيب الحاجه واغسلها واكون ضمنها، فغسلتها غسله نظيفه باخدها زي ما هي كده اوديها للمطعم، والمطعم بيشوها لنا بالتتبيله الخاصه بتاعته، كمان بيبعت سلطاته وبيبعت الطحينه معايا، وبصراحه بتبقى وجبه حلوه جدا. ولو انت عندك كفته برضو عايزه تتشوي بيشويها لك. تمام زي ما انتم شايفين كده اهوت. هاخد بقى الفرخه بتاعتي بعد ما خليتها زي الفل ونضفتها، وال 150 جنيه الجمال بتاعتنا، والبس عبد الرحمن وهاجر انزل اوديهم الدرس واودي الفراخ، ونطلع نشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص زي ما انتم شايفين. انا كده رحت قعدت مع ماما ساعتين 3 ووديت عبد الرحمن الدرس وجبت الفراخ ووديتها وجات لي. هي بتجيلي بالتوصيل، يعني انا بوديها وهو بيوصلها لي لحد هنا زي ما انتم شايفين، عشان بس ايه المصداقيه، وانا سبتها لكم في الكيس ما رضيتش اطلعها عشان ما حدش يقول لي لا ده انت مش عارفه ايه. وهي تبقى قفلتها جايبين معاهم كيس طحينه وكيس سلطه. دي ام هاجر كلفتك كام توتال؟ كلفتني بالتوصيل بكله 80 جنيه. جبت ب 10 جنيه بتنجان مع قرن فلفل عشان اعمله بابا غنوج، وكيس المكرونه الجميل اللي انتوا شايفينه ده ماما ربنا يباركها اديتها لي اعملها مكرونه مطروحي. انا ما اعرفش هل انتوا بتسموها كده مكرونه مطروحي ولا لا، بس هي اوريدي عندنا هنا اسمها مكرونه مطروحي، وانا ما كنتش اعرف اسمها دوت غير لما اتجوزت. حماتي قالت لي دي مكرونه مطروحي اسمها كده بس. وده قرن فلفل دول جبتهم كده ب10 جنيه، وصرفنا 80 جنيه على الفراخ الشوي وكده، و10 جنيه الاولاد خدوها، وبقى معانا كام يا ام هاجر؟ ال50 جنيه بالتمام والكمام طلعنا بيها. هتتحط في بوك التوفير مع ال 150 جنيه بتوع امبارح، لان احنا اوريدي امبارح ما جبناش اي اكل، يعني احنا امبارح ما جبناش اي اكل. ان شاء الله اخر الاسبوع نكون محوشين مبلغ حلو ونجيب بيها طلبات الاسبوع. تمام. وكمان اكلنا واتبسطنا الصراحه، وكانت اكله حلوه جدا، وكانت المشويات تحفه 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 بجد، يعني حاجه كده والله العظيم فوق الوهم. تعالوا بقى يلا نعلق على البتنجان عشان نعمل سلطه بابا غنوج كده حلوه وجميله، بتبقى حلوه قوي مع الاكل دوت. تمام. وبحط البتنجانتين كده على النار، ويعتبر كده احنا عملنا اكلة مطاعم، او اكلة احنا جبنا اكل من المطعم وما كلفناش 80 جنيه، وبرده داخله الميزانية بتاعت ال 400 جنيه بتاعت الاسبوع. فان شاء الله يعني هنمشي مع بعض واحدة كده واحدة واحدة كده، وهتشوفوا الدنيا ماشية ازاي يعني باذن الله، وهنوفر مع بعض برده توفرات حلوة جدا، لان احنا مش كل يوم وردي. احنا النهارده عملنا فراخ مشوية زي ما انتم شايفين، وحبينا نهيص كده بابانا والاولاد، وكلنا الصراحة وشبعنا، كانت وجبة دسمة كانت حلوة جدا. عملت خلاص البابا غنوج بتاعنا اهوت، وهبدا بس بصوا بيتفرم ازاي بسهوله. هبدا بس احط المكونات الاساسيه بتاعته: الطحينه، الخل، ودقه توم مع فلفل هحطه برده، وشويه كمون مع شويه فلفل اسمر، وهتاكلي احلى طبق بابا غنوج في حياتك بجد والله، بيبقى حلو جدا جدا جدا. بصوا ادي الطحينه اهيت. طب يا مواكر انت كده خربتي الميزانيه؟ لا خالص، انا ما خربتش الميزانيه، انا اوريدي لسه باخد ال 150 جنيه يوميا، لان ال 400 جنيه دولت انا كنت موفراهم من الميزانيه القديمه، يعني الميزانيات من اول الشهر. فانا يعني الحمد لله قدرت ان انا اوفر 150 جنيه بتوع امبارح على 50 جنيه النهارده، ادي 200 جنيه. ولسه الاسبوع ما خلصش، احنا النهارده لسه يوم الثلاث.
سوري يوم الاثنين، احنا لسه النهارده يوم الاثنين، لسه الاسبوع فيه، فان شاء الله يعني على اخر الاسبوع نكون قدرنا نوفر مبلغ حلو نجيب بيه شويه طلبات حلوه كده برده. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين بحب ان انا بعد ما احط الطحينه بقى والادوات بتاعته اجيب ايد الهون كده واقعد افرمه. طبعا مش بدق عشان الطبق ما يتكسرش، لا خالص، بفرم بس كده بايد الهون، يعني بدقه دق بسيط جدا فبيبقى بيتهرس وبيبقى حلو جدا. في ناس بتحب تضربه في الخلاط، فدي حريه شخصيه براحتك خالص. تمام. انا على فكره سايبه الفراخ بالشنطه بتاعتها عشان بس المصداقيه ومحدش يقول لي انت كدابه، والله العظيم انا رحت وديتها المطعم اتشوي وجابوها لي لحد هنا، حرفيا كلفوني 80 جنيه، وكلتي احلى فراخ مشويه من احلى مطعم. بيبقى حلو جدا. لو عندكم مثلا الفكره دي، انا عندكم في المنطقه مثلا انتوا قاعدين فيها مطعم فراخ مشويه بيشوي مثلا، نزلوا له مثلا فرخه نظيفه، فرخه كبيره، فرختين حسب انت وعيلتك، خلوه يشويها لكم ويبعتها لكم. وبرده اسمع ان انتوا كلتوا في مطعم وتبقى تغيير، يعني وجبه فيها تغيير. بصوا فضلت افرم في البابا غنوج لحد ما خلاص اهوت بقى يعني ايه ناعم كده وجميل. في ناس بتضربه في الكبه زي ما قلت لكم، بس انا مش بحب الفكره دي لان ما بحبوش ناعم قوي يعني. هضرب بس فيه شويه كمان عشان كان فيه شويه كلاكيع كده بسيطه، عشان بس ايه افرمه كمان اوريكم ايه الفكره. وحسيت كمان ان هو محتاج يعني سنه خل بسيطه كمان، فهحط له سنه خل. وهنعمل مع بعض بقى شويه المكرونه المطروحي. زي ما قلت لكم انا ما كنتش اعرف ان ده اسمها غير لما حماتي قالت لي دي مكرونه اسمها مطروحي، مش عارفه مش متاكده. فلو انتوا يعني بتسموها في بلدكم ايه او دي مكرونه عندكم بايه قولوا لي يعني في الكومنتات. وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك حلو منكم، انا كل شويه افكركم باللايك رغم ان انتوا مش يعني بتتفرجوا بصمت ومش بتحطوا اللايك. فحطوا اللايك، ولو انت مش مشتركه معايا اشتركي وفعلي الجرس، صدقيني والله هنزلك فيديوهات حلوه جدا وميزانيات حلوه جدا، وكمان في فلوجات في الشقه وفي ترويق وفي شويه حاجات كده جايه الفتره الجايه هتعجبكم جدا جدا. فحطي لي لايك حلو بقى الجميل بتاعك، ويا ريت تصلي كده على النبي في الكومنتات عشان تشجعيني وتقولي لي كلمه حلوه منك. حطيت شويه فلفل اسمر وهحط بقى شويه كمون كده محترمين، لان طبيعا بابا غنوج او سلطه الطحينه او اي سلطه الكمون ده ملك السلطات يا جماعه. يعني الكمون او البهار اللي هو الكمون ده بيبقى طبيعا ملك السلطات، فعشان كده بحبه جدا في السلطات. تمام. وكده خلصنا البابا غنوج بتاعنا خلاص، ونخش نعمل شويه المكرونه الجمال بتوعنا سهلين وبساط يعني مش بياخدوا وقت. بحب انا نوعيه المكرونه دي انا والاولاد يعني جدا، هنا بيحبوها جدا الصراحه. هم يعني ركزوا في المكرونه، لما عملت المكرونه كانت طعمها حلو جدا فركزوا فيها. وكمان يعني عجبهم الفراخ المشويه جدا. هم طبيعا بيحبوا الاكل بتاع بره، الاطفال تحب الاكل بتاع بره، فالصراحه اولادي كلوا وشبعوا الحمد لله، وزوجي كمان، واحنا اكلنا وشبعنا. انا زي ما قلت لكم صرفت وكلفت يعني صرفنا كام توتال 100 جنيه في الاكله دي، ما كلفتناش، وكلنا اكله مطاعم والله العظيم احلى من اكله المطاعم كمان. نظافه، انت اللي منظفه الفراخ في بيتك وانت اللي ضمناها وعارفه ازاي اتنضفت وعارفه ازاي يعني خليتيها زي الفل ووديتيها، بس هم يا دوب تبلوها التتبيله بتاعتهم وشووها اكنك زي ما بتعمليها في البيت. تحسبيها كده انت لو جبتي كيلو فحم مثلا، والكيلو الفحم دلوقتي ب 30 او 40 جنيه حاجه زي كده، وطبعا كيلو مش هيكفي الفراخ، يعني الكيلو بيضطر يتحط عليه كذا فحمه، فاهمين؟ فبتضطري تشتري مثلا كيلو ونص فحم ولا بتاع. لو حسبتيها هي اوريدي هي انا بشوي ساعات في البيت هنا على المنهج، يعني انا عندي منهج وساعات بشوي، بس انا لما بحسبها بلاقيها هي فبوفر على نفسي وباخده كده اوديه للمطعم، والمطعم اول ما بيخلص بيتصل بيا وبعتهم لي هنا دليفري يعني. والدليفري بياخد كام يعني 15 جنيه، فالحاجه كلها على بعضها 65، والدليفري 15 جنيه كلفوني 80 جنيه، وكلنا وشبعنا احلى وجبه. خلاص خلصت المكرونه حمرتها عادي كده زي ما بتحمري اي حاجه، وبعدين حطيت الصلصه وازود الصلصه ميه، ونحط قلبين ماجي شويه فلفل اسمر وشويه ملح بصوت. ودي المكرونه المطروح اللي بيقولوا عليها، بجد بتبقى طعمها حلو جدا جدا. لو ما جربتوهاش بالطريقه دي جربوها هتعجبكم قوي. هظبطها بقى دلوقتي، هحط بقى زي ما قلت لكم قلبين ماجي، حابين تتنازلوا عنهم وتحطوا ملح بس ماشي، بس انا بحس ان الماجي بيدوها طعم حلو جدا، وبعدين بيظبط ملحها قوي يعني ما بتطلعش منك دلع. حطيت كمان شويه فلفل اسمر اهوت، وهحط القلبين الماجي وشويه الملح، وخلاص على كده المكرونه الجميله بتاعتنا خلصت. هسيبها بقى تغلي كده وتستوي مع بعض. اول ما بتغلي كده خلاص زيها زي الرز وتتشرب، بتوطي عليها لحد ما تكمل سواء حابه يكون فيها تكه بتطفيها، حابه يكون فيها صوص بتطفي اول ما بتتشرب، فانت حره حسب تسويتك، بتكون التسويه الخاصه بيكي يعني. وهنظبط بقى الملح الجميل بتاعنا، بحط سنه ملح بسيطه جدا عشان بس ما يبقاش مالح، لان الماجي طبيعا بتبقى فيها نسبه ملوحه برده. بصوا بس كده، هغطي الحله وخلاص على كده. وتعالى اوريكم برده ايه اللي جه مع الفراخ، بحيث ان تبقى المصداقيه صادقه بجد والله اهو، عشان ما افتحهاش
بصوا انا هفتح معاكم الشنطه والورقه هي كمان اللي فيها يعني الميزانيه بتاعت الاكله. تمام. هفتح بقى معاكم الشنطه زي ما انتم شايفين كده واوريكم هم جايبين ايه. جايبين كيس سلطه وبيجيبوا معاها كيس طحينه والفراخ الجميله بتاعتنا، والله العظيم كلنا وشبعنا وكانت اكله مشبعه وحلوه جدا 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 جدا. اهوت زي ما انتم شايفين كده اهو كيس الطحينه بسم الله ما شاء الله كبير، وكيس الصلصه وكيس قصدي السلطه معلش كبير، وهي دي الفراخ الجميله بتاعتنا اهيت. وده كانت يعني المطعم بتاعنا بجد بجد كانت اكله يعني حلوه جدا جدا جدا. وتعالوا بقى اوريكم شكل الاكل الجميل النهائي بتاعنا عامل ازاي. بس قبل ما اخش على الاكل النهائي بقى ما تنسوش تحطي لايك، حطي لايك الجميل بتاعك على الشطاره ديت وعلى التوفير الجميل ده، وتاكلي بجد اكل مطاعم. والله العظيم اكل مطاعم ما فيش زيه. زي ما انتم شايفين ادي الاكله الجميله بتاعتنا، المكرونه اللي ولادي كلوها بجد كانت عاجباهم قوي، وادي الفراخ الجميله بتاعتنا وسلطه الطحينه وسلطه الخضره، وادي البابا غنوج الجميل بتاعنا. اكله مشبعه كامله مكمله، اكله مطاعم. احنا كنا يا جماعه اكله مطاعم ب 80 جنيه، والله العظيم وشبعنا ومش هقول لك عاملين ازاي دلوقتي. متنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم وتشجعوني كده بكومنت حلو منك، ويا ريت لو تصلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. بس ما تنسيش بقى بجد اللايك عشان خاطر الاكله الجميله دي. لايك 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 بفكرك بيها اهوت، عشان لسه مكملين مع بعض التحدي وهنشوف هنكمل لحد اخر الاسبوع والميزانيه هتفيد